الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله. هذا رد على اللي اسمه محمد أبو العلا أو أبو العلا. فهذا المقطع يتكلم عن موضوع، وهو أن أهل السنة، يقصد السلفيين والوهابيين كما يسميهم، أنهم ليس عندهم متن في العقيدة، ونحن سنضحك عليه ونجعله يتكلم هكذا. ولكن عندما استمعت إلى مقطعه وجدت الكوارث والجهالات في كلامه. من ضمن الأشياء التي قالها، قال أن السلفيين ليس عندهم متن في العقيدة. طيب، هذا تنزل، قلنا نعم. وقال إن وجدوا فإنهم سيذهبون إلى كتب كلامية أو كتب أشعرية أو مختلطة، فإذا ذهبوا لهذه مثل الطحاوية أو السفارينية فإنهم سيصححون بعض الكلمات. ثم عاتب وعاب على أهل السنة أنهم يفعلون ذلك، بمعنى أنه يريد متنا صافيا كاملا. ولكن قبل أن نبدأ ونرد على كلامه، لنستمع ماذا قال ثم نرد عليه ونحرجه. اضطروا المساكين يروحوا يجيبوا متون كلامية ويشرحوها، ويقعد بقى طول الشرح يقول لك لا اصل لا نوافق على هذه الكلمة، اصل مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه يعدل في المتن اللي الامام قاله علشان يمشي على الكلام اللي هو عايزه، يمشي على العقيدة بتاعته هو اللي هم اخترعوها ديت. يروح مثلا يجيب العقيدة السفارينية. طب العقيدة السفارينية مش تبعكم، ده السفاريني ده حنبلي، ايوه بس ما كانش على العقيدة بتاعتكم انتوا دي، ده فيضطروا المساكين. طيب، الآن استمعنا إلى كلامه. هو الآن ماذا سيفعل؟ سيعطينا بعض الكتب، وهذه الكتب كما سماها كتب تصلح لعوام الناس، وكتب تهتم في العقيدة. وكما سمعتم أنه قال أن أهل السنة ليس عندهم كتب في العقيدة، وإذا وجد فسيصححون بعض الكلمات. طيب، الآن على كلامك قضية التصحيح سنربطها على كلامك، وهو أنك ستعطينا بعض الكتب، وهذه الكتب سنعقب عليها ونقول أنك الأشياء التي فعلتها وهي إلزام أهل السنة وأنك تعيب على أهل السنة سنعيب عليك، لأن هذا العنوان أنت الذي أتيت به، والقاعدة أنت التي أتيت بها. الطلاب اللي هم هيتخصصوا في هذا العلم، اللي هو خلاص هيبقى بقى متخصص في هذا العلم. طيب أنا بقى طالب علم مبتدئ عاوز أتعلم عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث، وآخد العقيدة دي من بدايتها. ماذا أتعلم؟ أول حاجة هتروح لكتاب الشيخ عثمان النجدي اسمه نجاة الخلف في اعتقاد السلف. ده كتاب بقى في العقيدة الحنبلية، مش عقيدة الوهابية، العقيدة الحنبلية. العقيدة الحنبلية بتقرر عقيدة السلف رحمة الله عليهم، اللي هي إيه؟ اللي هي عقيدة أهل الحديث دون الخوض في مسائل الكلام، اللي هي تبلورت بعد ذلك في العقيدة الحنبلية. هذا كتاب ممتاز جدا، كتاب نجاة السلف في اعتقاد الخلف، يعتبر بداية كويسة جدا لأي طالب علم، وكتاب سهل، مش محتاج يعني ان انت تكون درست قبله حاجات كتير. لو انت لسه مبتدئ تقدر تبدأ بهذا الكتاب، هيضع امامك التصور العام لمباحث هذا العلم الشريف. تاني حاجة للمبتدئ، هذا الكتاب الذي أشار إليه محمد فقال اسمه نجاة الخلف في اعتقاد السلف، للشيخ عثمان النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى. فيقول هذا الشخص، يقول أن هذا ليس في عقيدة الوهابيين وإلى آخره. طبعا هو يكذب، بالمجمل هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلفين، عقيدة الوهابيين. ولكن سنحرجه على الكلام الذي أريد أن أقوله، وهو في هذا الكتاب. شاهدوا، يقول النجدي في معرفة الله. طيب، أول واجب إيش هو؟
فتجب، هنا قال يجب، فتجب معرفة الله شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر، وهو أول واجب له تعالى وأول نعم الله الدينية وأعظمها أن أقدره على معرفته. إذن عند النجدي أول واجب على المكلف هو إيش؟ النظر، مع أن أهل السنة ماذا يقولون؟ الشهادتان، لكن النجدي وافق الأشاعرة، بل وافق المعتزلة، لأن هذا قول المعتزلة أن أول واجب على المكلف هو النظر. أما أهل السنة أو السلف عندهم الشهادتان. طيب الآن هل أنت جهمي؟ هل أنت معتزلي؟ الأمر الثاني، كيف ترشد العامة إلى كتاب يوصلك إلى اعتقاد المعتزلة؟ أنت الآن أتيت بمصيبة وكارثة. إن صححت وقلت له هذا غلط وغلط، طيب أهل السنة كذلك عندما يأتون إلى المتون التي مجملها صحيح، يأتون إلى بعض المصطلحات أو الكلمات أو الأبواب فيقولون وافق الأشاعرة، أو هذا الكلام باطل، أو كذا. الآن كتابك هذا فيه أيضا أغلاط، بل وتوصي العامة أن يقرؤوه بدون أن ترشدهم إلى الصحيح.